صباح الخير عليكم طلاب تالتة إعدادي إخواتي الصغيرين. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كده بدأت يومكم بصلاة الفجر، ونيجي نراجع مراجعة سريعة كده قبل الامتحان. إن شاء الله كلكم هتيجوا هنا في الفيديو ده تاني وتقولوا يا مستر إحنا حلينا كويس. بإذن الله تكونوا حليتوا كويس النهاردة في التاريخ والجغرافيا أو الدراسات، وإن شاء الله ترجعوا فرحانين ومبسوطين. أولا كده أتمنى تشوف الفيديو للآخر، لأن في حاجات كتيرة جدا هتجيلك منه، لأن ده امتحان زي اللي هيجيلك بالظبط. طبعا كلنا عارفين في امتحان الدراسات أول حاجة تجيلك خريطة، والمتوقع إن شاء الله إن هي تجيلك خريطة العالم، وكذلك خريطة أستراليا مشهورة جدا يا شباب، وكمان خريطة الأمريكتين وأفريقيا. دول أشهر 5 خرايط ممكن تجيلك: خريطة العالم، خريطة أستراليا، خريطة أفريقيا، خريطة الأمريكتين. طبعا أكتر أنواع الخرائط اللي بتيجي خريطة العالم. أول سؤال مجابل على سلاسل الجبال اللي موجودة في المنطقة دي، طبعا سلاسل جبال الإنديز. المحيط رقم 2 اللي موجود في المنطقة دي المحيط الهندي. الجزيرة اللي موجودة هنا في أفريقيا طبعا جزيرة مدغشقر. النهر اللي موجود في المنطقة دي نهر الميسيسيبي. اذكر الاستخدام العلمي أو اذكر المصطلح العلمي: تتم من خلال وسائل غير قانونية. خلصت كده الهجرة غير الشرعية. عدد الأفراد في سن العمل والقادرين على العمل، والذين يعملون فعليا قوة العمل. الأرض التي يجري فيها نهر واحد ويرفضه وتنحدر مياهها إليه، ده حوض النيل أو حوض النهر. صوب ما تحته خط. تشمل قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأستراليا. طبعا أوروبا غلط، أستراليا غلط، هي أوروبا. تمتد جبال طاووس في العراق وإيران، طبعا زاجروس. تتميز السلالة المغولية بالبشرة السوداء، طبعا غلط، الزنجية. تاني سؤال للسؤال: اذكر السبب العلمي. كثرة الموانئ الطبيعية على سواحل قارة أوروبا بسبب كثرة التعريج والجزر. تركز السكان في الساحل الشمالي الشرقي في الولايات المتحدة بسبب قيام المدن الصناعية مثل نيويورك، وتوافي الموارد الساحلية الاقتصادية. من الدول ذات الرعاية الطبية المنخفضة طبعا في البلاد دي هي نيبال. أما روسيا ومصر والإمارات الرعاية الطبية المرتفعة. ينساب نهر مي ودايلانج في خليج، طبعا يصب في خليج الاسترالي الكبير. يعيش حيوان الينا في إقليم مناخ التندرا. أكبر البحار المغلقة في العالم بحر قزوين. قارن بين أقليم قارن بين الإقليم مناخ البحر المتوسط والإقليم الصيني. المناخ البحر المتوسط طبعا هنقول إن هو حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. نباتات غابات البحر المتوسط دائما وطبعا في خضرة مثل الزيتون وحشائش الستبس. طبعا الإقليم الصيني حار غزير المطر صيفا دافئ ممطر شتاء. غابات دائمة الخضرة مثل الصفصاف والبلوط. نيجي للتاريخ، كلنا طبعا قلقانين من التاريخ، ولكن هيجيلك سهل ان شاء الله. خلي بالكوا كل المحافظات اللي امتحنت قبلكوا الامتحانات جت سهلة، فما تقلقوش. اختر الإجابة الصحيحة. تدهورت دولة المماليك اقتصاديا بعد تحطم أسطولها في معركة ديو البحرية. أغرق الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون أسطول الحملة الفرنسية في خليج أبو قير. طلب بإنشاء نقابة العمال، ودعا إلى إنشاء المدارس الشعب الليلية لتعليم العمال الفقراء مجانا. محمد فريد. تحالفت الدولة العثمانية عام 1799 لإخراج الحملة الفرنسية في مصر بالقوة العسكرية مع إنجلترا وروسيا. أصبحت مصر مكانة دولية بعد حروب محمد علي في اليونان. بما تفسي أعقد معاهدة لندن طبعا بسبب انتصار محمد علي السلطان العثماني، فأصبح يمثل خطر على التوازن الدولي. رسالة بريطانيا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى 1882 لتأييد موقف الخديوي ضد الحركة الوطنية، حيث اتبعت بريطانيا سياسة تخدم مصالحها، فقامت طبعا بالتوسع في زراعة القطن لتزويد مصانعها ومحاربة الصناعة المصرية. تمام. ده طبعا تغير السياسة الاقتصادية في عهد في مصر بعد الاحتلال البريطاني. طبعا ما معنى كلمة مقاومة؟ مقاومة يا شباب رفض الاحتلال وطرده إلى خارج البلاد. طبعا دي مهمة جدا بتيجي في الامتحان. ضع علامة صح أو علامة غلط. أثرت سياسة محمد علي الاقتصادية في تشكيل البناء الاجتماعي. طبعا صح. وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا معاهدة 1936. صح. أعطى دستور 1930 للشعب مزيدا من الرقابة على الحكومة والملك. طبعا غلط.
كان ازدياد نمو الوعي الوطني للمصريين من عوامل كام ثورة 19 طبعا صح. وجه القديوي إسماعيل حملات حربية للإقليم الاستوائية في أفريقيا لنشر تجارة الرقيق طبعا غلط. من النتائج المترتبة على حاجة محمد علي حاجة محمد علي إلى الموظفين. اهتم محمد علي بالتعليم وأنشأ المدارس المختلفة. أنشأ الجامعة المصرية عام 1908. وطبعا وجامعة القاهرة. إلى من تنسب الأعمال. أنشأ دار اليسط بالعباسية ومصلحة الإحصاء. طبعا الخديوي إسماعيل. صمد بقوته أمام القوات البريطانية ولكنه استشهد هو ورجاله طبعا في معركة التل الكبير محمد عبيد. ورئيس الوفد المصري الذي قابل المندوب السامي البريطاني المطالبة بإلغاء الحماية البريطانية طبعا سعد زغلول. هو ده يا شباب امتحان الدراسات المتوقع يجيلك زيه إن شاء الله. أتمنى التوفيق ليكم وإن شاء الله بإذن الله هتحلوا كويس وما تقلقوش خالص خالص من امتحان الدراسات. عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبايبي الحلوين طلاب تالتة إعدادي. فيديو مهم جدا الناس اللي هتمتحن حاسب النهاردة إن شاء الله. صباح الخير عليكم وأتمنى كده تكونوا صليتوا الفجر وبدأتوا يوم جديد علشان نبدأ يومنا وإن شاء الله راجعين بإذن الله فرحانين من الامتحان. امتحان الكمبيوتر هو مادة لا تضاف إلى المجموع ولكن نجاح ويسوب لازم تنجح فيها. أول سؤال من المتوقع إن هو يجيلك إن شاء الله في الكمبيوتر سؤال صح وغلط. يمكن استخدام أي شكل هندسي لتمثيل خطوات الحل عند رسم خريطة التدفق. طبعا غلط لأن في أشكال هندسية معينة. آخر مرحلة من مراحل حل المشكلة هي مرحلة اختيار اختبار صحة البرنامج وتصحيح الأخطاء. طبعا غلط. الخوارزمية هي مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا لحل مشكلة معينة. ده طبعا صح. جميع أخطاء النموذج فورم يظهر أثر ضبطهما في وضع التصميم. طبعا غلط. باستخدام لغة الفيجوال بيزك أو اللي اسمها VB.NET يمكن إنشاء تطبيقات مكتبية وتطبيقات ويب. طبعا صح. السؤال التاني المتوقع يجيلك إن شاء الله هو سؤال صح أو سؤال اختياري. عنصر التحكم الذي يمكن استخدامه على نافذة فورم بحيث يسمح للمستخدم اختيار أكثر من بديل تشيك بوكس. تعتبر لغة الفيجوال بيزك دوت نت لغة طبعا لغة كائنية التوجه صح. موجهة بالحدث صح. ذات مستوى عالي صح. يبقى جميع ما سبق. للتحكم في النص الظاهر على الرمز بوتن نستخدم الخاصية طبعا تكست. تبع نص يبقى تكست. لاحتواء أدوات التحكم ذات الوظيفة الوحيدة على النموذج فورم نستخدم أداة جروب بوكس. الخاصية التي تحيي إمكانية تعدد يعني مالتي. الأسطوي لاين داخل أداة التحكم هي مالتي لاين. اكتب المصطلح العلمي. موقف يتطلب إيجاد حل له. أي هدف مطلوب للوصول إليه من خلال اتباع عدة خطوات. طبعا المشكلة البرامج التي تقوم بترجمة الأوامر والتعليمات. طبعا المترجمات. أداة المستخدم في عرض نص على نافذة النموذج فورم لا يمكن تغييره أثناء تشغيل البرنامج. أداة العنوان ليبل النافذة التي من خلالها يمكن كتابة أوامر وتعليمات البرنامج. نافذة الكود أو الكود ويندو. آخر سؤال بيجيلنا طبعا سؤال عبارة عن رقم الدال على كل واحدة. طبعا يا شباب ده أنا بس عايزك تعرف لأن هي مش هتيجي زي دي بالظبط. لازم تعرف خريطة التدفق دي إن خريطة التدفق دي حاجة بنستخدمها لاتباع حل المشكلة وبتاخد أشكال هندسية ورموز معينة. أنا إن شاء الله لازم دلوقتي تروحوا تشوفوا خريطة التدفق لأنها مهمة جدا. الأداة التي يتم ضبط خصائصها هي الأداة طبعا ياديو بوتن. هي الأداة إيه؟ ياديو بوتن يا شباب اللي هي ياديو بوتن رقم 1 بناخدها من الكود رقم 2. قيمة الخاصية التي تم ضبطها. طبعا الخاصية التي تم ضبطها بالفعل هي false يبقى نكتب كلمة false يا شباب. طبعا يا شباب زي ما احنا قلنا إن لازم تعرفوا خريطة التدفق وتعرفوا رسومات وكل رسمة بتدل على ايه ولازم تعرفوا شكل الكود. ولكن السؤال اللي هيجيلك أول سؤال صح وغلط. تاني سؤال اختر. تالت سؤال مصطلح علمي. ورابع سؤال عبارة عن كود وخريطة تدفق. أتمنى إن شاء الله تحلوا كويس وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله.